ولكن الفلوس من بيعة السيارة ما كانت كافية، ولكن أخوه بلاك سام كان متفهم وداعم لحلم أخوه، ووافق أخوه إنه يستثمر معاه بالنص ويعتبر مبلغ كبير جدا، ويشترون مع بعض معدات الاستديو جودتها عالية، وبدأ هنا رحلتهم في عالم الأغاني. السلام عليكم. ضروري يا جماعة انكم تشوفون الجزء اللي قبل، لان هذا الجزء الثاني من مقطع نيبسي هاسل، والجزء بتحصلونه هنا او في القناة اخر مقطع نزلته. بدون مقدمات قرب القهوة وخلينا ندخل في تفاصيل القصة. اذا اول مرة تشوف القناة اشترك في القناة وفعل زر التنبيه عشان توصلك كل جديد. معكم اخوكم عبد الرحمن محمد. نخش في المقطع على طول. في الوقت هذاك بلاك سام اللي هو اخو نيبسي كان قاعد يطلع فلوس من بيع أشرطة DVD افلام غير قانونية في الشوارع. عشان ما يروح بالكم بعيد، أشرطة DVD كانت قبل يبيع فيها افلام اللي موجودة في ايجي بيست، اللي هي في افلام هوليوود، افلام يابانية، افلام كورية. المهم كان ياخذ مقرصنة ويبيعها في الشوارع. يعني انا لحقت عليها وانتهت اتوقع بين 2010 2011. المهم من فلوس حق البيع وبيع سيارة نيبسي قدروا يسوون استديو بسيط خاص فيهم، وقدر يسوي شريط مختلط باسم سلازم بويز 1، وعلى مدار السنة كان يشتغل عليه، وتم إصدار الشريط في 13 ديسمبر 2005. ونيبسي بدأ يبيع الشريط على الجمهور، وبرضه نسخ الشريط لأصحابه، وطلب من أصحابه إنه يبيعون الأشرطة في الشوارع بالنيابة عنه. وكان أسلوبه في البيع مباشر وواضح: إذا ما عجبك الشريط أرميه في الزبالة وأنت بكرامة. ولكن كان هو واثق من جودة شغله، ويبغى يشارك أغانيه لأكبر عدد من الجمهور، وكانت مبيعاته كويسة. ويقول إن الشيء الكويس في طريقة البيع هذه إني أنا بنفسي قدام المشتري وأقدر أتكلم معاه وأعرض عليه الشريط. وبدت شعبية نيبسي تكبر بشكل تدريجي للمرة الثانية. وفي ذا الوقت تم إطلاق سراح بيج يو من السجن، وأول ما طلع قال راح أغامر ويدور على فنان موهوب وصاعد. وتاني روز قال لبيج يو عن أغاني نيبسي وعجبته 90% من أغانيه. ومن هنا بيج يو قرر إنه يدير مهنة نيبسي. وكان بيج يو عارف بستيف لوبل، وهذا الشخص مؤثر في صناعة الأغاني، وكان هو برضو يدور على فنان كبير. بعد ما شارك بيج يو معاه شريط المختلط حق نيبسي باسم سلازم بويز 1، ستيف عجبه الشريط وقال هذا كيف سوى الشريط لحاله، وغير كذا في بيته مو في مكان حق تسجيل اغاني. وعلى طول طلب يتناقش مع نيبسي ووقع معاه على صفقه. وتعاونوا الثلاثه مع نيبسي، ستيف وبرضه بيج يو وشركه LT. وكان هذا اول تعاون كبير لنيبسي في عام 2006. لان اللي ما يعرف، نيبسي ظهر في ألبوم توباك شاكور باسم باك لايف، والمنتج لألبوم توباك شركه LT. شارك بالتحديد في الاغنيه السابعه في الألبوم بعنوان انترناشونال. وكان هذه اول علامه نجاح كبيره لنيبسي من يوم ما بدا، من شخص بسيط على قد حاله، في يوم وليلة حصل نفسه مشارك في ألبوم توباك شاكور. وتوباك شاكور أكيد بكل بساطة أكبر مغني راب في التاريخ. لو تقول لي من هنا لا بكرة كلام ثاني مستحيل، لا تناقشني. توباك شاكور أفضل مغني راب في التاريخ، وهو كان منصدم من النجاح اللي جاه، وعارف إنه لازم يكبر أكثر ويستمر أكثر. ويقول إنه وقتها أصلا ما كان عنده سيرة ذاتية في ذاك الوقت، ولكن جتني الفرصة هذه بسبب العلاقات، واغتنمت الفرصة على طول، لأن عارف إنه الفرص هذه ما تجي للشخص إلا مرة في العمر. في عام 2006 كل شيء يتقدم بسلاسة بالنسبة لنيبسي، ولكن في نفس السنة في 17 نوفمبر تغير مساره بشكل كبير، خاصة في ذاك اليوم. انقلبت حياته فوق تحت في ذاك اليوم لما الشرطة داهمت بيت أخوه بلاك سام، وكانت معدات نيبسي كاملة في البيت، والشرطة صادرت كل شيء موجود في البيت بما فيهم معدات نيبسي اللي اشتراها بمبالغ كبيرة. ليش أصلا الشرطة داهمت بيت بلاك سام اللي هو أخو نيبسي؟ وليش صادروا كل حاجة؟ صار هالشيء لما كان يبيع أفلام بشكل غير قانوني في الشوارع، والشرطة قدرت تحدد هوية بلاك سام وتم اتخاذ الإجراءات عليه. وما صادرت كل شيء في بيت بلاك سام وبس، برضو الشرطة صادرت سيارتهم الاثنين BMW، وتم القبض برضو على بلاك سام وبرضو نيبسي. بعد الحادثة هذه نيبسي كان يواجه عقوبات قانونية ما له دخل فيها. وبرضه لما الشرطة دخلت البيت كان عند نيبسي سلاح، وهو كان مقدم على اختبار السلاح، ولازم يخلص الاختبار بعدها يقدر ياخذ سلاح معاه. ويقول انه اخذوا كل معداتي وبرضه سلاحي، وتم حبسي بسبب حيازة سلاح غير قانوني، واني عايش مع اخوي في البيت. اعترف للشرطة انه هو 24 ساعة في الاستديو وما يطلع من البيت، ولكن الشرطة ما يعرفون هالكلام حتى لو ما كان عليك سجل جنائي. وكان ملتزم فعلا بحياته ان كان من الاغاني او حتى بعده عن عالم الشوارع، ولكن الحظ ما كان معاه. ومن هنا تغيرت نظرة الناس له وتصرفوا كأنه فعلا طاح ومستحيل يرجع. ولكن هو يقول انه كان ملتزم ومكمل بطموحي في الاغاني، ومستقبلي مستحيل اغيره. والشرطة حطتني في موقف محرج، صدمة جديدة وشيء جديد صار لي الحين، ولازم اتعداه باي شكل من الاشكال. وكان صعب الرجعة بالنسبة له، لان وقتها ما كان يمتلك اي حاجة فعلا، وكان متحطم وقتها، ولكن ما يأس، استمر يكتب ويجمع اغاني، ولازم يشتغل ويبذل جهد مرة ثانية عشان
كان يقدر يوكل محامي وما يقدر يدفع تكاليف جلسات تسجيل في اي استديو. لحسن الحظ بالنسبة لنبسي في ذاك الوقت قبل المداهمة قدر يجلس فترة طويلة في الاستديو وسجل مجموعة كبيرة من الاغاني، والشغل اللي سواه في الاغاني راح يضمن له صفقة تسجيل ممكن هي الامل اللي راح يرجعه، على الرغم من الطيحة اللي صارت له الا انه كان ملتزم بشكل كامل في مهنته واستمر يروج لاغانيه على الرغم من انه طفش من العواقب اللي تجيه. يوم من الايام كان مريح ومسترخي من الاغاني، تقابل مع مغني الراب اللي الكل يعرفه ذا جيم، وذا جيم بكل تاكيد له مقطع خاص لحاله. الفرصة اللي جته ما هي متوقعة، وقف ذا جيم عند اشارة وشافه نبسي واستغل الفرصة، وراح نبسي لعند ذا جيم وسلمه الشريط، وذا جيم بعدها سمع الشريط وعجبه وعلى طول تواصل مع نبسي عشان يتعاون معاه. والاجتماع هذا اللي صار بينهم اكد انه نبسي عنده موهبة كبيرة في عالم الاغاني. وذا جيم قال القصة اللي صارت معاه في المقابلة، قال انه كانت معاي سيارة رانج روفر بيضة وكان وقتها عمري 28 سنة، وقتها كان ذا جيم عنده ألبومين وكلها ناجحة، وخرج في ذاك اليوم عشان يشتري دخان ويحلق ويغسل سيارته، وبرضه كان معاه سلاح عشان اذا حصل اي مشكلة او شيء، لان الهيب هوب وقتها في لوس انجلوس دموي، في اي وقت ممكن تجيك مشكلة. يقول وقتها ذا جيم انه خلص من كل مشاويره ولكن باقي غسيل السيارة، وعلى طريق اللي ابغى اروحه كان مقفل الشارع، فاجباري اني ادخل يمين، ولو لفيت يمين غصبا عني راح ادخل منطقة عصابة 60 كريبس. سيناريو حياتي كله مر علي، شيء مو متوقع وما ابغى يصير اساسا. لف يمين غصبا عنه ودخل المنطقة وحصل 15 شخص من الكريبس موجودين في زاوية المنطقة، ويقول الرعب اللي جاني وقتها ما تتخيله، لين كانوا قاعدين يمشون باتجاهي، وزيادة على كذا جت سيارتين وقفوا جنبي، الا جاني نبسي عند باب الراكب وعطاني الشريط وقال احنا سلازم بويز، وكان معاه ريمبا وجاي ستون، وكان عند نبسي ثقة كبيرة بنفسه وهو يتكلم ويقدم الشريط. وهو يمشي نبسي قال له ذا جيم انه اعطيني رقمك عشان اذا عجبني الشغل اتواصل معاك. تحسب نبسي رجع وبيعطيه الرقم؟ لا يا حبيبي، طالع فيه كذا وقال له اذا تبغاني بتحصلني هنا، لان الثقة وقتها في الشوارع صعبة جدا. ولما راح ذا جيم وسمع اغانيه كان صوته وطريقة اغانيه قريبة من سنوب دوغ، وقدر بطريقتين انه يوصل لنبسي عن طريق بيج يو وستيف. اذا عجبكم اني انا اقول الموقف اللي صار مع ذا جيم بلساني لازم تكتبوا لي في الكومنت، او تبغون ذا جيم يتكلم وانا احط الترجمة تحت، ولا تبون اترجم واقولها بصوتي انا. فوالله كل واحد يهمني رايك. اغاني نبسي اعجب فيها مخرج افلام اسمه فين جرامز، اللي اكتشف اغاني نبسي من ايبود حق بنته، ورسل دعوة لنبسي، وظهر نبسي في اول فيلم له باسم اي ترايد، بعد ما شاف سنوب دوغ وهو يطلع من نفس المكان اللي نشأ فيه ويطلع ويحقق نجاح في فيلم. سنوب دوغ حقق نجاح كبير في كل شغله يدخلها، ونبسي كان يشوفه قدوة وملهم في كل حاجة. وقت تصوير الفيلم تقابل نبسي مرة ثانية بشخص اسمه جاني، وهو مالك مجموعة سينماتيك ميوزك جروب، وهو برضه شريك في شركة ايبك ريكورد. وهو وقتها كان يدور على مواهب واعدة، واتصل على دي جي فيليفيل اللي وصى على نبسي بشكل كبير، مع انه كان مشغول الا انه سافر عشان فقط يقابل نبسي ويتكلم معاه. وقبل ما يسافر سمع اغنية واحدة لنبسي كانت عجبته بشكل خرافي، من بعدها قرر انه لازم يقابل الشخص هذا ويشتغل معاه، مع ان نبسي كان واضح عليه ولد شوارع ومنتمي شكليا بالعصابات، ولكن كان يبغى يوقع معاه لان نبسي كان شغوف بكل شيء، كان يقابل الناس ويتعرف على اي واحد قدامه ويكون علاقات، وغير كذا يحب يغني ويحب ينتج ويحب يمثل وكلها يسويها باتقان. وقال نبسي انه هو ودى اغانيه في كل مكان، ودى الاستديو ديف جام، لانتر سكوب، بلاك برو، وكلهم كانوا متحمسين عشاني ويبغون يجتمعون معاي ويوقعون معاي. نبسي بعد موافقة بيج يو وستيف انهم يصيرون شراكة مع سينماتيك ميوزك جروب، ويبغون برضو يعززون الشراكة مع سوني وايبك ريكوردز. لما كانت المفاوضات جارية واجه نبسي مشكلة ثانية، كانوا مسويين حفلة ونبسي موجود ومختلطين مع بنت قاصر وما كانوا عارفين هالشيء، ووقتها كانت هاربة من المدرسة، ولما نعرف ابوها علمته بكل حاجة، وانها هربت من المدرسة عشان تقضي وقتها مع جروب اغلبهم رجال. ولسوء الحظ من ضمن كلامها جاء اتهام لنبسي واصدقائه ببعض الجرائم الخطيرة، وقال هو في مقابلة انه التهم كلها كاذبة. كذبة. كان المكان مليان ناس والكاميرات تصور وما في اي حاجة، ولكن البنت كانت فقط موجودة في الحفل وكل اصحابي موجودين، والمفروض البنت هي اللي سوته. البنت كانت فقط موجودة في الحفل وكل اصحابي موجودين، والمفروض البنت اصلا ما تكون في الحفل اساسا. والقضية جت عليه لمدة شهرين، وكان مسجون وقتها في سجن المقاطعة ما يقارب 50 يوم، ولكن بعد 50 يوم طلعت براءته. طلع لان البنت اعترفت لانها ما تبى تقول لامها انه هي ما هي بنت، يعني فقدت
لانها كانت صغيرة عمرها 14 سنة 15 سنة. وقت غياب نيبسي وهو مسجون، بيج يو سرع الصفقة مع شركة سوني، وقدر بعد نيبسي انه يواجه التهم اللي عليه بمحامي، لين جاه مبلغ كبير من توقيع الصفقة اللي صارت. كانت تعتبر عقوبة بسيطة بالنسبة للكل، لانه اصلا ما واجه اي عقوبة سجن كبيرة، تعتبر نكسة، واي نكسة تجيك لازم تكون بعدها اقوى. هو عارف انه اي نكسة تجيه بمثابة اختبار له، وهو صور ووثق وهو رايح يوقع صفقة ايبك. في نوفمبر 2007 رمى الحادثة ورا ظهره ووقع مع ايبك ريكوردز، وصار وقتها عنده كل المقاومات النجاح قدام عيونه، وجمع اغلب اغانيه اللي قد سواها قبل بشكل افضل. والفضل يرجع في النهاية الكيد ان اللي اشتغل معاه من البداية. مع توقيع شركة تسجيلات قدر يقدم الشريط لجمهور اوسع، مع ظهوره لاول مرة في 14 ابريل 2008. روجوا للاغاني بشكل واسع، وزيادة على كده فيديو كليب، وبرضه مع راديو اير بلاي. ما وقف نيبسي هنا وبس، على الرغم من انه سوى فيديو كليب لاكثر من اغنية، الا انه استمر ونزل اغاني بدون فيديو كليب، وجابت زخم بشكل تدريجي وواضح للكل. وشغله وصل لاسماء كبيرة في عالم الاغاني مثل سنوب دوغ اللي تعاون معاه في فيديو فوك ثاني من حياته المهنية. ونوفمبر 2008 كانت نقطة تحول مهمة في حياة نيبسي، وهالوقت هو الوقت اللي جته الطفلة الاولى اللي سماها ديماني او ديماني المهم. وفي نفس الشهر نزل بوليت 2، والشريط هذا انشهر بشكل خرافي، وصار يشتغل في كل مكان، استوديوهات، محطات الراديو، حفلات. واغنية هوسل ان ذا هاوس جابت زخم وقتها، وكانت ممكن هي افضل اغنية له بناء من الجمهور. بالنسبة لي هي افضل اغنية له. ذوقي يرحم امك، لا تقعد تغثني، لا يا اخي اسمع كذا، يا اخي اسمع دي، انا ما ابغى. وعارف انه الاغنية هذه هي افضل اغنية له، هوسل ان ذا هاوس. نصيحة اذا ما سمعتها لازم تسمعها ضروري. مع الصخب اللي جاه بعد التصوير فيديو كليب، الناس كلها عجبها التيشيرتات اللي لابسها في الفيديو. وقتها بلاك سام اخو نيبسي تم اطلاق سراحه من السجن، وشاف انه عنده فرصة يدير اعمال اخوه نيبسي ويسوي تيشيرتات ويبيعها باسم اخوه. ونيبسي عطى اخوه الفرصة هذه لان قد ساعده قبل في اكثر من مرة. وفي فبراير 2009 جت فرصة لنيبسي يكون هو في اول اغنية افتتاحية مع ذا جيم لجولة LAX، وكان معاه كندريك لامار وجاي رول. كان يعتبر شيء خرافي ترى. وقرر نيبسي يستمر في ابداعه المنتشر، ونزل الجزء الثالث من الشريط حقه. وفي 4 أغسطس 2009 تعاون مع فنانين كبار وقتها مثل دريك، سنوب دوغ وقتها كان مفجر الدنيا، وهذا الشيء ادى الى زيادة التعاونات وزادت مكانته كفنان موسيقي. وفي عام 2010 واجه نيبسي بعض التعقيدات. الشركة اللي وقعت معاه اللي هي ايبك ريكوردز واجهت صعوبات مالية، واقالوا عدد كبير من الموظفين في الشركة اللي دعموا اغاني نيبسي في البداية، وفي بعضهم استقالوا. على الرغم من هذا كله، الإدارة الموجودة ابرمت صفقة مع نيبسي وخلت علامته او شركته تحت ايبك ريكورد، وهالشيء منحه فلوس وصار عنده تسجيلات كثيرة. وظهر نيبسي في غلاف 2010 XXL، وكان معاه فنانين بارزين مثل جاي كول، بيج شون، ويز خليفة. وبعد ما ظهر في مجلة XXL اعلن عن اصدار الالبوم الاول له في 19 اكتوبر 2010، ونزل اغنية من الالبوم ما نجحت زي ما توقع الجمهور، وهو ما توقع ان الاغنية ما تنجح اصلا، ولكن الاغنية صارت تشتغل في محطات الراديو في كل مكان. والاغنية وقتها جابت المركز 93، وهو شيء غير متوقع منه، توقع اكثر من كذا بكثير. مع انه مستمر على الاغاني، الا انه برضه كان داخل مجال التمثيل، وحصل على دور في فيلم، ولكن للاسف الفيلم ما نجح، واداؤه كان عادي جدا. بعد الزخم اللي جاه في اغانيه والشهرة وظهوره في مجلة وفيلم وصار اسمه معروف، سوى قرار جريء جدا انه يصير فنان مستقل لحاله. وبعد شهر من المفاوضات ومع عدم اصدار الالبوم الاول زي ما هو مخطط له، انفصل اخيرا نيبسي رسميا من شركة ايبك ريكورد. قرر يخلي مسيرته المهنية لشروطه الخاصة. من كثر انه اغانيه صارت مشهورة وقتها، وصلت لبريطانيا وصارت تشتغل في الراديو الامريكي والاوروبي والسعودي كمان. كيف عرفت يا ابني؟ انا كنت شغل راديو اسمع نيبسي. المهم وقتها نيبسي اصدر هو ومجموعته ذا سلازم بويز اول شريط مختلط لهم كلهم في 19 سبتمبر 2010، ووقتها حول تركيزه مرة ثانية للشريط الاغاني المستقلة، وهذه كانت بداية سلسلة شرايط مختلطة جديدة. في 21 ديسمبر 2010 اصدرت شركة نيبسي ذا ماراثون اللي نجح وجاب استقبال من الجمهور مو طبيعي، وكانت هذه المرة الثانية اللي صار فيها نيبسي على رادار الجمهور. والشريط هذا هو واحد من الافضل الاشرطة اللي نزلها نيبسي، والطريق الايجابي هذا وضح انه نيبسي قاعد
قاعد يمشي على الطريق الصحيح. ولكن في مارس 2011 صار حادث خرب كل خطط نيبسي واخوه للمرة الثانية. في 18 مارس 2011 ارتبط اسم نيبسي باطلاق النار في لوس انجلوس، واطلاق النار هذا كان سبب مشكلة بينه وبين مدير اعماله السابق بيج يو، على الرغم من انه بيج يو نفى هذه الحادثة تماما، الا ان تقارير الشرطة اشارت الى هذا الخلاف وفقا للتقارير اخبارية. والخلاف او المشكلة هذه صارت ورا محطة في سلاسون هارد بارك، يعني قدام مبنى نيبسي مباشرة. وعلى كلام شاهدين بعد اطلاق النار صار اطلاق نار عنيف بين مجموعة رجال مسلحين وشرطة، ووقتها اخو نيبسي بلاك سام طلع سلاح عشان يحمي اخوه، بدا يطلق النار في الهواء يحاول يهدي الموقف هذا. لكن ضابط الشرطة في لوس انجلوس شاف الموقف وبدا يطلق النار على بلاك سام، ولحسن الحظ ايم الشرطي كان شربة. ايم الشرطي شربة يعني كان يحاول يطلق على بلاك سام والشرطة ما جابه، وخايس كان. وفقا للرقيب الشرطة في لوس انجلوس رون لوبيز انه في ذي الحادثة ما حد انصاب، وتم احتجاز 5 اشخاص في ذاك الوقت، وال5 اشخاص لم يتم اكتشاف اسم اي واحد فيهم من قبل الشرطة، ولكن كان معروف انه نيبسي واخوه كانوا من بين ال5 اشخاص اللي تم اعتقالهم في ذاك الوقت. وبنفس اليوم في الليل تم اطلاق سراح نيبسي، ولكن اخوه بلاك سام لسه مسجون. وهذا الاعتقال اثر على اعمالهم بشكل كبير، لان كان بلاك سام هو يدير شركة الملابس الخاص بنيبسي، وخسروا بعدها الشركة كلها. خسروا لان نيبسي كان مشغول باغانيه وتمثيله، وما كان يستثمر اي وقت في خط الملابس ولا ادارة خط الملابس في ذاك الوقت. مع التركيز المتجدد في الاغاني انغمس نيبسي في انشاء شريط مختلط جاي، استغل كل فرصة عشان يتجول، ووسع هذا التجول الى نطاق خارج امريكا. مع الوقت تم اطلاق سراح بلاك سام من السجن، ورجع مع نيبسي، ورجع استثمار مع نيبسي باعمال الملابس، ورجع المحل في موقع جديد، والمحل الجديد مختلف عن المحل القديم. اول ما رجع اخوه رجع للشغل في عالم الملابس، ولكن كان بشكل افضل من قبل بكثير. برضو شريطه الجاي كان جاهز عشان يتم اصداره في نوفمبر 2011. وقتها كان الشريط نوعا ما نجح، ووقتها الويست كوست كان في نهضة كبيرة مع مغنيين جدد مثل كندريك لامار، وكان في اكثر من فنان ومن ضمنهم نيبسي هاسل. وهالشيء كان مفيد جدا لنيبسي لين توسع نطاقه وصار تأثيره بشكل اكبر من قبل. خلال ذيك الفترة بدت الشائعات تكثر عن نيبسي انه راح يوقع مع ريك روس، وريك روس كان وقتها عنده شعبية، وشركة ماي باك ميوزك جروب مشهورة بكل مكان، ومن المنطقي انه ينضم فنان من الويست كوست معاهم. والشائعات هذه كبرت وجابت زخم كبير لهم، وحتى ريك روس نزل في التويتر MMG اللي هي اختصار لماي باك ميوزك جروب، بعدها كتب ويست كومينج سون، ومعناها انه راح ينضم لهم فنان من ويست كوست. واخذت وقت التغريدة عشان يسوي لها نيبسي ريتويت، ووقتها نيبسي كان يسوي جولات في اوروبا، وقال انه المناقشات جارية. بعد فترة طويلة قرر انه ما يوقع مع جروب ماي باك ميوزك، وحس هو انه هذه الخطوة خيانة للفريق اللي معاه، ولكن قال هو انه حتى لو وقعت كنت انا فقط ابغى ارسم طريق لنفسي ويركز على فلوسه وعلامته التجارية. على الرغم من انه القرار بعدم توقيع مع MMG، قرر نيبسي يساعد في مشروعهم اللي صنعوه بنفسهم واللي تم اصداره في 26 يونيو عام 2012. وفي هالسنة بدا نيبسي في توسيع نطاق اعماله، وسوى مشروع ثاني غير الملابس باسم وايرلس كونكشن، وكان بنفس المبنى اللي فيه محل الملابس حقه. على الرغم من ان نيبسي ما اصدر شريط مختلط رسمي في 2012، بس اصدر شريط اكسترا لابس في 13 فبراير 2012، واللي كان يحتوي على اغاني متبقية من المشاريع القديمة. والجمهور كان مبسوط على الاغاني هذه، وكان يسألون ليش ما نزل الشريط بشكل رسمي، وليه ما سوى الشريط مختلط من الاساس. ولكن هالوقت نيبسي كان مشغول في جولة حول العالم، وكان مطلوب في كل مكان، والعروض قاعدة تنهال عليه. والمعلومات اللي جمعها في ذاك الوقت كانت محورية في عام 2013، واللي خلت اسمه للابد في تاريخ الهيب هوب. لين في ديسمبر 2012 اعلن نيبسي انه عنده خطط عشان يصدر شريط مختلط من ذا ماراثون فيكتور لاب 3، ومع ذا كله قرر يسمي الالبوم فيكتور لاب كالالبوم الاول له اللي اصلا ما نزل. طيب ايش الخطط اللي جايه لنيبسي بعد ما اعلن عن اكثر من حاجه؟ وفي نهج كبير من الجمهور ولفت انتباه عدد كبير من الجمهور على نيبسي. هو نزل الشريط مجانا، ولكن قال انه راح يبيع 1000 نسخه، والنسخ كلها خاصه، وكل نسخه ب$100. ومن هنا اثار موجه انتقاد وطقطقه على النت، انه كيف تبغانا نشتري ب$100 اول فنان يسرقنا عيني عينك. مع كل هذا انه نيبسي مستعد عشان يثبت خطأ اللي يشككون فيه. في 8 اكتوبر 2013 نزل الشريط هذا، واعلن في التاريخ هذا يقدرون الجمهور يشترون 1000 نسخة محدودة للاصدار هذا بمقابل $100 لكل نسخة. والكل وقتها انصدم لين باع كل النسخ في ليلة واحدة وحقق اكثر من $100,000، حتى انه جايزي اشترى 100 نسخة ب$10,000. بسبب هذه الخطوة ما كسب بس اللي ينتقدونه، صار
وصار رائد عليهم، لأن ما في فنان ولا شركة تسجيلات أو حتى تسجيل مستقل يبيع مشروع ب$100. شيء مجنون، شيء مجنون، لأنه أصلا هو مجانا في النت. أنشأ وقتها حملة جديدة ونموذج جديد وقتها فخور فيه، وبعدها سوى حفلة للناس اللي اشتروا النسخة هذه فقط. من الحفلة هذه اللي سواها خلى اسمه منتشر عند العالم كله، والكل صار يتكلم عليه. باع 1000 نسخة، وال1000 واحد معزومين على حفلة، وصاروا الناس متحمسين على الإصدارات الجاية اللي راح يسويها. والناس صار يتكلمون انه اوف المرة الجاية راح اشتري عشان يسوي حفلة عشان احضر الحفلة. شفتوا كيف؟ والله شيء مجنون اللي سواه. والنجاح هذا ما حد يقدر ينكره، وصل للقمة البيلبورد وقتها، وصل لرقم 63، وبعدها بشكل خرافي ارتفع لرقم 34 في قائمة الهيب هوب الامريكي. وكانت النتيجة للمشروع انه يتقابل مع بنت اسمها لورين لاندن، رسلت له رسالة انه كيف تحصل الشريط هذا مع بعض الملابس اللي من متجره. وفي نهاية المراسلات هذه اللي صارت ادى الا انهم يتقابلون في محل الملابس حقه، وشبك والدينها على طول. ما صدق خبر ابو الشباب، حرام وعيب وتأدب انت وياه، حركات الكفار دي مالنا فيها. في اوائل 2014 بدا يتوسع ماليا، وبدا شراكه مع فات برجر. من بعدها توسع المطعم بشكل كبير، وصار انجح ب80% زياده، وسوى تعاون مع محل الملابس حقه والمطعم هذا انه مستعد يطلق الالبوم الاول بعنوان فيكتوري لاب، بغض النظر عن الدعم من الشركه تسجيلات معينه رئيسيه. ومع مرور كم شهر كانت الامور هاديه، ولكن بشكل مفاجئ بدايه السنه اصدر نيبسي شريط جديد، ومثل الشريط اللي قبل سوى حمله نفس الشيء، ولكن هالمره كانت 100 نسخه، والنسخه الواحده تنباع ب$11,000. ولكن الضجه اللي صارت قبل ما صارت مره ثانيه، و100 نسخه انباعت على مدار سنتين، وحقق الشريط نجاح كبير لنيبسي، ووصل لقوائم رهيبه في امريكا لاغاني الهيب هوب. رغم النجاح هذا اختار نيبسي انه ما يصدر اي شيء في عام 2015، واخذ جوله كبيره عالميه عشان يعزز علامته التجاريه. وبعدها مثل في مسلسل كريزي اي اكس جير فريند، وهو يعتبر شيء جيد انه يشارك في اشياء جديده ويعزز شهرته في العالم كله. وفي عام 2016 استأنف نيبسي مسيرته المهنيه، تعاون مع صديقه واي جي، وهالشيء ادى الى اثاره الشائعات حول الالبوم المشترك بينهم. واحده من اغانيه كان فيها 50 سنت. وشفنا يوم ميلاد نيبسي 15 أغسطس 2016 تم اصدار شريط مختلط لنيبسي بعنوان سلازم بويز 2، وهو تكمله للشريط الاول اللي نزل في عام 2005. وعلى عكس الاصدارات السابقه كان هالمره مجانا، وجاب زخم وانتشر بشكل واسع، ووصل للمرتبه 28 في قائمه البومات امريكا المستقله. وبعد كم اسبوع جاء الطفل الاول من لورين لاندن وسماه كروس. وواصل نيبسي تجارته وفتح مؤسسه جديده، وفتحها في نفس الشارع اللي فيه محل ملابس حقه، واستثمر في عام 2017 وكانت تجارته ناجحه كلها. وعلى الصعيد التجاري وسع استثماراته بشكل كبير، وحصل على حصه من فالون كوين اللي كان مقرها في امستردام، وهذه تعتبر نجاح كبير لشركه كبيره وعريقه ولها ثقلها وقتها. وبرضه تعاون وقتها مع ذا كيور كومباني، وصارت عنده عقارات وشركات ومحلات ملابس وحلاق ومطعم مأكولات بحريه، وصار رجل اعمال كبير. وهدت وقتها اعمال الشغب، وصار مسيطر على المناطق والكل يحبه ويسوي اعمال خيريه كثيره. وبعدها فتح متجر رئيسي رسمي لملابس ماراثون في يونيو 2017، وكل هذا كان في حي واحد. وعلى الرغم من انه كان حافظ على وجوده في هذا الحي، الا انه كان بمثابه تجديد كامل لصورته، وتم اطلاق اول متجر ذكي في العالم. وبعدها اخذوه الشركه المعروفه والموجوده في كل بيت ابل، وكل شيء كان يسويه في المنطقه حقه كان يسويه في الناس اللي يحبهم واللي دعموه من البدايه. تحسب تركهم وراح بعد ما انشهر؟ لا، اي تجاره يسويها كان يسويها في الحي هذا اول شيء. واجه نيبسي خساره مدمره في 29 سبتمبر 2017. مات وقتها صديق نيبسي القديم ستيفن بالرصاص جنب صيدليه هايد بارك، وكانت ضربه كبيره لنيبسي والتيم اللي معاه، لان هو لعب دور كبير في نجاح نيبسي، وهو اللي ساعده عشان يسوي متجر الماراثون. ووصلت الخساره هذه لما تكلم عليها في المقابله، وجلس يبكي على موت صديقه، وقال نيبسي انه هو ما تعمق في موته لان ما يبغى يوجع راسه ويخوض التجارب هذه ويرجع لحياه الشوارع. نعم، تأثر نيبسي وقتها وكان واضح للكل، لكن كان مستمر في حياته. وعلى كلامه وكلمة دائما كان يقولها The Marathon Continue. وفي 17 نوفمبر 2017 أعلن عن إنجاز مهم في حياته، وقع على عقد متعدد الألبومات. أعلن شراكته مع شركة أتلانتيك ريكوردز، وكشف عن الألبوم الأول اللي جلس فترة طويلة وما نزل أساسا. الإعلان بأنه راح ينزل رسميا في عام 2018 فيكتوري لاب، الألبوم الأول له. وقبل يومين من إعلان شراكته من شركة أتلانتيك ريكوردز تعاون مع الفنان
الفنان المقيم في لوس أنجلوس في ألبوم جديد، وتم إصدار الألبوم بعد ما خلصوا من الألبوم نيبسي الأول. وفي 15 نوفمبر 2017 بعد يومين من إعلان نيبسي الشراكة الجديدة مع أتلتيك ريكوردز بملايين الدولارات وبألبومات كثيرة وجديدة، كانت هذه التسجيلات والتوقيعات هذه صدمة لعدد كبير من المعجبين لنيبسي، لأن كان صريح وقتها وكان يبغى يستقل لما خرج من ايبك ريكوردز في عام 2010. ولكن وضح للكل انه الشراكة هذه كانت ضرورية عشان يرفع مسيرته المهنية للمرحلة اللي بعدها، واول مرحلة كانت اعلان الالبوم الاول له في عام 2018. وهالشيء تحمس منه الجمهور لان كانوا ينتظرون الالبوم الاول له من فترة طويلة جدا. وقرر نيبسي يصدر اول اغنية من الالبوم في ديسمبر 2017، وعلى الرغم من عدم دخول المخططات الاولى حقق الالبوم رقم قياسي ذهبي وقتها، واللي يدخل الزون الذهبي يعني باع اكثر من نص مليون نسخة، بالاضافة لغلاف الالبوم وتاريخ اصداره. ومن بعدها سوى حملة فريدة للالبوم واللي كان يبين اهدافه، يبغى يصدر كتاب بقيمة $500 والكتاب منه 1000 نسخة فقط. وبعدها بكم اسبوع اصدر نيبسي فيديو كليب بعنوان ذا باد داون، ما كان من الالبوم ولكن كان المقطع بمثابة تكملة لمعجبينه. في 19 يناير 2018 اصدر الاغنية الثانية من الالبوم، والاغنية هذه كان فيها تعاون مع YG، والاغنية هذه تفوقت بشكل كبير على الاغنية الاولى من الالبوم، ووصلت الاغنية لمركز 29 في قوائم الهيب هوب الامريكي والمركز 76 على قوائم البيلبورد، وحققت نجاح كبير كان مقبول عند عدد كبير من الجمهور اللي ما يحب الراب. وفي 20 يناير عام 2018 كشف نيبسي عن الصورة المرئية للاغنية، كان المفترض انها تكون الاغنية الثالثة وما بين اذا هي اغنية فردية او اغنية من الالبوم، ولكن الاغنية كانت جيدة عشان تكون الاغنية الرئيسية للالبوم. وفي فبراير 2018 كل شيء كان يمشي زي ما كان يبغى نيبسي، لين تم اطلاق الالبوم الاول المنتظر فيكتور لاب اخيرا، واول مرة يوصل للمركز الرابع في البيلبورد، وتم بيع 53,000 نسخة في اول اسبوع. وهذه هي المرة الاولى اللي يكون فيها نيبسي في قائمة العشرة الاوائل لاي مشروع سواه. وهذا الالبوم كان افضل نجاح هو سواه في كل مشاريعه الغنائية تجاريا، وحصل على تقييم 4.5 من اصل 5. على الرغم من اصدار الالبوم ونجاحه استمر نيبسي يروج للالبوم واصدر للاغاني فيديو كليب، وكان الالبوم هذا عرض سينمائي يلامس اهتمام نيبسي المستقبلي بالافلام. وكان يبغى نيبسي يحاول صناعة الافلام والتمثيل، ولكن برضه كان يبغى يكون مخلص مع ناسه ويحافظ على ما كان عليه. ولما طلب منه ايس كيوب ودكتور دري انه يلعب في فيلم شخصية سنوب دوغ رفض على طول، وقال مستحيل امثل شخصية ما هي لي انا، ويقول لما مثلت شخصية سنوب دوغ راح افسد الشخصية، وهذا شيء بمثابة احترام لسنوب دوغ. وفي نفس الشهر نيبسي وشريكه التجاري ديفيد جروس بنوا مساحة كتابية مشتركة مجتمعية باسم فيكتوري 90، وكانوا مشاريعهم كثيرة وكلها خيرية للناس اللي تبغى توصل وتحقق نجاح ولكن ما تقدر، لأن مشاريعهم كانت بداية لخطوات فتح مدارس للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وكان بمختلف الأحياء المحرومة من ذا كله بما فيهم لوس أنجلوس، أتلانتا وواشنطن. كان نيبسي وديفيد يبغون يسدون الفجوة بين المجتمعات خلال مشاريعهم، تنويع نيبسي بالاهتمامات التجارية من خلال افتتاح مطعم جديد للمأكولات البحرية، وكلها كانت في نفس الساحة، وغيرهم مشاريع كثيرة. والمطعم بابا ليوس أكد أنه هو أكثر مطعم صحي للمأكولات البحرية. واصل توسعات التجارية وافتتح نيبسي صالون حلاقة باسم ستيف هاربر شاب، والاسم هذا كان تكريم لصديقه المقرب اللي انقتل. وفي نفس السنة استثمر في تطبيق اسمه فيست، وهو تطبيق موسيقي. واعلن نيبسي عن توسع خط الملابس ويتعاون مع بوما، وتتضمن ملابس الصفقة ملابس حصرية صممها بنفسه. في اواخر 2018 اطلق علامته التجارية الخاصة فيه بالموية، ايوه سوى شركة موية. مع ذا كله ما فقد تركيزه في الاغاني، وفي صيف 2018 اخذ جولة للالبوم حقه فيكتوري لاب، واصدر فيديو كليب لاغاني اضافية. واحد من المقاطع هذه كانت لاغنية دبل اب اللي وصلت للمركز 65 في البيلبورد. هو اكثر مغني وصل للمراكز عديدة في اغاني كثيرة في البيلبورد في سنة واحدة فقط. بعد ما تم اعلان عن ترشيحات جرامي لافضل البوم راب في ديسمبر 2018 كان البوم نيبسي فيكتوري لاب واحد من المرشحين، وهالشيء يمثل انجاز كبير بالنسبة له. واصدر بعدها اغنية بعنوان بيرفكت تايمينج بعد اسبوع من الترشيح، بالتحديد في حفل توزيع الجوائز. وفي 10 فبراير 2019 تم ترشيح نيبسي لافضل البوم راب، ولكن خسر قدام كاردي بي، والسنة هذه كانت افضل سنة لكاردي بي. بس هو قال في لقاء انه هو مو زعلان من هالشيء، لان كاردي فعلا كانت تستاهل الجائزة في ذاك الوقت، مع انه ما فاز الا انه كان ملتزم بشكل كامل في الاغاني. في 15 فبراير 2019 اصدر الاغنية الرئيسية في نص الالبوم الجديد واللي تضمن اكثر من مغني، وراح توصل الاغنية هذه لاعلى تصنيف للمرتبة 26 في البيلبورد كاغنية فردية. وهذا الوقت اشترى نيبسي الساحة هذه كلها، ويعتبر هذا نجاح كبير لان صارت الساحة حقه. تخيل معي انك تبدأ من هذه الساحة وحياتك كانت تحت الصفر، والحين هو يمتلك هذه الساحة كلها اللي بدأ فيها من تحت
الصفر، واللي راح يصير بعدها ما اتوقع كان احد يتوقعه.